انا اضحك يعني، ضحكت ضحك من قلبي. الراجل طلع بيرقص باين تقريبا في فندق الاقامه بتاعته، ولا في دماغه ان الزمالك خسر، ولا في دماغه الاداء اللي عمله الزمالك. انا ما كنتش موجود، فخلاص ما عنديش مشكله اعمل اللي انا عايزه. ودي فرق عقليه لعيبه النادي الاهلي من عقليه لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك بيكبروا دماغهم، ما عندناش مشكله ان احنا نخسر، ولكن لعيبه النادي الاهلي لا، ما فيش الكلام ده. لعيبه النادي الاهلي واخده الموضوع ان ده دفاع عن كيان النادي الاهلي، انا بدافع عن تيشيرت النادي الاهلي. ما ينفعش ان انا ابقى مزعل الجمهور وخسران وعامل ماتش سيء جدا جدا دفاعيا. يعني الزمالك الشوط الثاني مهزله دفاعيه ما كانش موجود، تقهقر للخلف زياده عن اللزوم. يعني انت النهارده خسران وجاي تعمل لي فيديو وشغال ترقص حتى رقص، يعني تحس ان هو رقص مايع كده، رقص مايع، ولكن هو راجل اجنبي ف يعني خلاص ما فيش مشكله. ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان الزمالك بيمر بفتره صعبه جدا، وكمان جه خسارته من النادي الاهلي صعبت الموضوع اكتر. اللعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، الارض بتاعت 6 اكتوبر اتسحبت منهم ومش عارفين يجيبوا فلوس علشان يدوا اللعيبه المستحقات بتاعتهم، فكل ده بيجي ضغط على نفسيه اللعيب. شفنا في اكتر من لعيب في نادي الزمالك كويسين جدا ولمستهم في الكوره كويسه جدا، زي البرنس عبد الله السعيد، زي ناصر ماهر، زي الفينا، زي حسام عبد المجيد في الدفاع. بسم الله ما شاء الله عليه، وان شاء الله حسام عبد المجيد هتلاقيه في النادي الاهلي السنه اللي جايه، او يعني انا بوعدك ان حسام عبد المجيد هتلاقيه في الاهلي. ممكن يا السنه اللي جايه يا اما فتره قيد تانية، ممكن يعني بعد سنه ونص تلاقي حسام عبد المجيد موجود في النادي الاهلي. وده يعني خدها مني انفراد ان حسام عبد المجيد هيبقى ان شاء الله بعد سنه ونص موجود في النادي الاهلي. فما ينفعش النهارده زي ما قلت لحضراتكم، اللعيبه ليها دور كبير جدا في الملعب، ليها دور في تهدئه الجماهير، ليها دور ان هي تحتوي الجماهير، ما تعملش حاجه مش كويسه. يعني مثلا الحركه اللي عملها حسين الشحات احنا مش فاهمين بصراحه يقصد بيها ايه. لو حسين الشحات كان قاصد ان هو يتنمر على الفينا، لا يعني لا ازعل منك. لا انت النهارده ما ينفعش ان انت توصف لعيب الوصف ده، ما ينفعش. صحيح انت نينجا وكده، ولكن الراجل ما ينفعش التنمر على الناس، ما ينفعش. طالما عملت الفعل ده لازم مجلس اداره النادي الاهلي ياخد عقوبه على حسين الشحات.